ماري أن بيفان اللي كانت جميلة جدا، لكن حياتها اتغيرت وأخدت لقب أبشع امرأة في العالم. اتولدت في إنجلترا في 20 ديسمبر سنة 1874. اتولدت في عيلة فيها 8 أطفال. كانت شابة جميلة وبتشتغل ممرضة وعايشة حياة طبيعية. اتجوزت من بائع زهور وأنجبت منه 4 أطفال. ولما ماري وصلت 32 سنة أصيبت بمرض ضخامة الأطراف، ودي متلازمة بتنتج عن زيادة إفراز هرمون النمو، وده بيسبب إن ملامح الوجه بتتغير كليا وبتبدأ الأطراف في التضخم، وده خلى ملامحها اتغيرت وللأسف اتشوهت. وكانت دايما بتعاني من صداع مستمر، وأصيبت بضعف حاد في البصر وآلام مبرحة في العضلات والمفاصل. لكن بعد 11 سنة من جوازها زوجها توفى، وكان لازم تشتغل علشان تقدر تصرف على أولادها وتربيهم، وتراكمت عليها الديون واتطردت من شغلها بسبب مرضها، لغاية ما اشتركت في مسابقة أبشع امرأة في العالم. وقتها خدت جايزة قيمتها $50، وللأسف استغلوا مرضها وشكلها البشع في إنها تشتغل في السيرك، واضطرت إنها توافق لأنها كانت محتاجة للفلوس. والسيرك بسببها كسب جدا، لأن الناس كانت بتروح السيرك علشان تتفرج على أبشع امرأة في العالم. ماري ما كانتش بتتألم نفسيا بس بسبب الضحك والسخرية، ماري كانت بتتألم نفسيا وجسديا. بتتألم نفسيا بسبب الضحك والسخرية من هيئتها، وكمان بتتألم بسبب مرضها. وكان من شروط شغلها في السيرك إنها تمشي مسافة كبيرة على رجليها، وده كان بيخليها تتعب جدا. وكمان كانوا الأطفال في السيرك بيرموها بالحجارة والورق. واستمرت ماري في العذاب ده، وكان آخر عرض ليها سنة 1933. وقعت وسط السيرك وسقف لها الجمهور اعتقادا بأنها بتمثل، لكن كانت ماتت.